انصدمت من اللي ابني عمله فوق السطح من ورايا. دي مشكلة متابعة، وبتقول ان ابنها كل يوم بيقول لها انا طالع اقعد كده على السطح لحسن زهقان، وياخد موبايله ويطلع. فجه مرة قالت لا انا هطلع ابص كده على ابني اشوفه بيعمل ايه، لحسن ممكن الشيطان شاطر يهيأ له ان هو يتفرج على حاجات مش كويسة، ابني في سن خطر ولازم اطلع ان انا اراقبه. كان قبلها بفترة كل يوم والتاني بيجيب لها حمام ويقول لها نضفيه، صاحبي اللي جايبهولي. فبدأت تاخد كل يوم والتاني منه حمام، تقول له يا ابني وكل يوم والتاني صاحبك يهديك، يرد يقول لها المهم طلعت راقبته وجت تبص لقيته ان هو بيتشعلق على برج الحمام علشان يسرق هو الحمام ويجيبه لها. قعدت تصوت وتصرخ، كانت خايفه لابنها يقع من على البرج. مين اللي اتلموا بقى حواليها؟ جيرانها وشافوه، واللي قعد يقول حرامي، وكانت في نص هدومها بسبب اللي ابنها عمله. طردته ومشته بره البيت، بس معرفتش تجيبه ولا عرفت مكانه ومش عارفه توصل له ازاي. والمشكله ان كل الناس بقت بتتكلم عليها، وبتقول المشكله ان باباه متوفي ومبقتش عارفه اتصرف ازاي ومبقتش عارفه اعمل ايه. لو كان ابوه هنا ما كانش مشي، حتى لو كنت طردته، ومش عارفه اتصرف ازاي ومش عارفه اعمل ايه. بلف عليه كل يوم والتاني، وبقاله 3 ايام سايب البيت، ومش عارفة التصرف اللي انا عملته ده صح ولا غلط. حتى لو صح او غلط، كل اللي يهمني الاقي ابني ازاي. انا قلت لها ودعيت لها وقلت لها ربنا يطمنك عليه يا حبيبتي، بس انتي من وقت لتاني اسألي عليه اصدقائه واسألي عليه اي حد من اللي هو دايما بيقعد معاهم، وان شاء الله هتلاقيه. ودي كانت قصة متابعة يا جماعة، وكانت عايزة حل ليها. تعالوا بقى نقول ايه المقدمة بتاعتنا، بس معلش متأخرة شوية، ونقول يا صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين. وحشتوني بجد جدا جدا من الفيديو اللي فات. ودي أول تنظيفات الشتاء، فاهمين يعني ايه؟ دي أول كده استعداداتي لتنظيف الشتاء. ايه ده يا لوكا، وانتي هتنامي فوق على السطح؟ بتنضفي السطح هتنامي فوق؟ تنظيفات الشتاء ايه؟ هقول لكم. بصي يا جماعه، اول حاجه ببدأها كده في تنظيفات الشتاء غسيل اي حاجه تقيله. اللي هو ايه بقى؟ بطاطين، سجاجيد، الحاجات دي اهم حاجه عندي. تمام، بما ان خلاص بقى ما عادش حاجه على فصل الشتاء. كل سنه وانتم طيبين، احنا في فصل الخريف. طب ايه علاقته برضو يا لوكا؟ برضو مش فاهمين، وضحي كلامك. هقول لكم، انا بغسل السجاد فوق على السطح. تمام، عشان اغسل السجاد فلازم اكنس السطح. وبعدين حتى لو السجاد عندي نضيف برضو لازم اكنس السطح في دخلة الشتاء. بس ما كانش لازم ان انا ابدأ بيه، كان ممكن مثلا بعد ما اعمل اللي ورايا تحت في الشقة. بس بما ان انا اغسل اول حاجة السجاد وبغسله فوق على السطح، يبقى لازم اكنس السطح وانضفه كده واخليه زي الفل. بقالي شهرين ما طلعتش كنسته. تخيلوا يا جماعة، شهرين بقى شكله عامل ازاي. اللي يشوفه يقول بقاله سنة ما اتكنس والله. وكنت بقى كنساه يومها وشايله حاجات كتير قوي، حادفينها ورامينها، وكنا عاملين مجهود جبار كده على السطح. بس الحمد لله ربنا يعيننا ويقوينا. قلت ابدا بقى بالسطح اكنسه كده وانضفه خليه زي الفل. وبعد كده هرتب نفسي، هقوم جايه داخله على طول على السجاد. وبعد ما اخلص السجاد هدخل بقى على المطبخ انضفه خليه زي الفل. وبعد كده هبدأ ان انا ارتب الشقة. بجانب ترتيب الشقة هغسل كل يوم بطانية، هم 4 بطاطين كل يوم هغسل واحدة. بجانب بقى الغرف اللي عندي انا، مدام غسلت السجاد نظفت السطح، غسلت السجاد نظفت المطبخ. انتوا عارفين تنظيفة المطبخ بقى، الحيطان بكل حاجة فيها، كل حاجة بشيلها. كل المواعين اللي في المطبخ بشيلها وبجر كل حاجة وبكنس وامسح. البوتاجاز بخليه برجعه جديد وخليه زي الفل بخلطات وحاجات. كل ده هصورها لكم ان شاء الله. الشفاط كل حاجة بقى بمسكه كده، السيراميك بتاع المطبخ، كل حاجة في المطبخ بنرجعها زي الفل كده قشطة. ونخلص مطبخنا بقى، يوم جايين ممكن نرتاح يوم او 2، ونبدأ بعد كده في غرفة غرفة. هبدأ بقى ان انا يدوبك كده اطلع الشتوي بتاع البنات طبعا في اوضهم. وانا عندي الدولاب بقى عندي خفيف عن الاول. بصراحة كان الاول كان بيبقى عندي زحمة قوي قوي، لكن دولاب الاطفال اللي انا جبته لهم وغرفتهم هونت عليا كتير بجد والله. فانا بقى عندي بقى في دولابي يعتبر هدومي انا وجوزي وابني بس كده. فابدا بقى ان انا اظبط كده الدولاب بتاعي، وهكنس تحت السرير وهنضف الدولاب. همسك بقى المراوح كلها كده، هبدا ان انا اتسلى في الشقه.
طيب في ناس بقى منكم هيقولوا ايه ده يا لوكا، انت لسه جايه تفتكري دلوقتي تعملي الحاجات دي؟ ده الجو برد عندنا من زمان، والجو كمان بقى بيشتي. لا يا جماعه، انتوا في دول بره زي الاردن سمعت ان الجو بيشتي هناك، وفي اماكن برضو في السعوديه بردت والجو برضو هناك بقى بارد. لا احنا عندنا في مصر لسه الجو حر، لسه الجو جميل جدا. فكل واحد طبعا بيشتغل وعارف شغله بامتى بيبدأوا وامتى الجو بيبقى عندنا بيبرد. يعتبر احنا بنلبس الشتوي في نص 11 كده، تمام. فمن هنا لنص 11 انا برضو يعني مش هفرش برضو السجاد دلوقتي عشان ما يتسخش بسرعة، لان السجاد بتاعي حرير وفاتح، كله الوان فاتحة، السجاد اللي هو نازل جديد، فتنظيفه بيبقى صعب جدا، فلازم ان انا احافظ عليه. فبرضو الجو لسه يعني، فعلى بال ما اخلص الشقة واخلص كل ترتيباتي فيها ان شاء الله، ابدأ بقى ان انا افرش السجاد، واحط كمان فوقيه الحوافظ كمان هغسلها واحطها فوقيه. ليه بقى؟ عشان تحميلي السجاد. في منكم سألني يا ملوكة يعني ايه حوافظ؟ بص، هو عامل زي السجاد، طبقة كده بتتحط على السجاد، بس بتبقى خفيفة جدا، وبتبقى سهل انك تشيلها وتغسليها وتحافظي بقى على السجاد. ليه سموها حوافظ؟ حافظة عشان بتحفظ السجاد من الاتساخ، تمام. فهفرش السجاد واحط عليه حوافظ عشان تحملي السجاد طول فترة الشتاء. بتبقى سهل بقى ان الواحد ياخد الحافظة يشيلها يغسلها في الغسالة، وتاني يوم يفرشها على السجاد، ويفضل السجاد بتاعي كده نضيف، واقدر ان انا احميه كده طول الشتاء. مين وصل معايا لغايه دلوقتي ولسه ما كتبتليش كومنت محفز؟ بجد انا بزعل منكم قوي قوي قوي، لان كل اللي بيخش يشاهد الفيديو ولا بيحط لايك ولا كمان بيكتب لي كومنت محفز. وانتي لو جديده معايا بتمنى ان انتي تتابعيني ان شاء الله. فيديوهاتنا وسلسله تنظيفات الشتاء كلها من اول النهارده، هتلاقوا الايام الجايه كلها روتينات باذن الله. هيبقى طبعا يعني مش يوميا روتينات، ولكن في بعض الايام هيبقى فيه اكلات برضو. بس اللي انا اقصده هيبقى فيه نشاط كده وحيويه. لو انتي لسه ما بدأتيش كده في شقتك، ابدأي بقى معايا ومشي معايا خطوة بخطوة، هتاخدي الطاقة الإيجابية كده من الفيديو وهتقومي تنفذي على طول كده في شقتك إن شاء الله. أحلى حاجة في فيديوهات الروتينات إن احنا كلنا بناخد الطاقة الإيجابية يا جماعة من بعض. بجد والله، شايفين السطح كل ما اطلع كنسه الاقي فيه كل المواهب دي، كل ما اطلع كنسه. ما هو يعتبر زي شارع برضه، يعني السطح ده يعتبر شارع يا جماعة. سطح يعني تراب وهوا وكل حاجة بقى بتيجي عليه. وتخيلوا بقى بقاله شهرين، يعني انا عديت كل الحدود كده. عايزة اقول لكم بقى ان انا دايما قبل ما بكنس لازم ارش مية عشان ما اعفرش على نفسي ولا اغرق نفسي. ونسيت اقول لكم بقى ان انا لسه في شقة كمان مليانة كراكيب السنين هنضفها معاكم. عارفين شقة مين؟ شفتوا الشقة اللي هي في الدور اللي فوقي، اللي هو تحت السطح على طول. انا قاعدة في الدور التاني، هي في الدور التالت. لما جينا نوضب شقتي طلعت كل حاجتي اللي انا مش محتاجاها فوق، النيش بالرفايع بتاعته بحاجات كده من المطبخ مش محتاجاها. وغير بقى ما الشقة دي مكركبة. بصوا بقى، رغم ان انا كنت منضفاها معاكم وكنت مروقاها قبل ما ننقل وكده، بس اتكركبت من يوم ما نقلنا حاجة المطبخ والنيش وكل حاجة، وبصراحة بقت مكركبة. وطول فترة الصيف ما كنتش قادرة ان انا انضفها ولا اروقها، لان الجو بيبقى حر والواحد بيكون مفرهد. فقلت خلاص ايه، اما الجو كده يطري نبقى نبدأ ان احنا بقى ايه ننضفها وكده. فان شاء الله هتاخدوا سلسلة تنظيفات رهيبة تمتصوا منها الطاقة الإيجابية كلها. بس عايزاكم بقى كلكم تكتبوا لي بتشاهدوني منين، اكتر فيديوهات ايه بتعجبكم هنا في الصفحة، إيه الخروجات او الفلوجات او الروتينات ولا الطبخ ولا ايه بالظبط، وحابين اي وصفة معينة اكتبوا لي في الكومنتات. اي حاجة حابينها ان انا اصورها لكم انا تحت امركم. بجد صفحتي مش هتكبر الا بيكوا انتوا عيلتي الجميلة، بحبكم قوي 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 من القلب. ولو اي حد حابب ان هو يتواصل معايا على الخاص يعني مشكلة معينة او اي حاجة، انا عندي على رسائل التيك توك برد عليها، ورسائل برضو الفيسبوك. اللي حابب يراسلني بيراسلولي على الاتنين دول، بيكتبوا لي مشكلتهم وانا برد وبقول الحل، وبرضو بقدم المشكلة لمتابعيني ويقولوا برضو رأيهم.
عايزة اقول لكم ان الاشتراك مش بفلوس، اللايك مش بفلوس، المشاركة مش بفلوس، ولكن لو الفيديو زي ده انا تعبت فيه، صورته منتجته وكل ده يعني ملوش تقدير مثلا عندكم، يعني انا بحب ان انتوا تقدروني زي ما انا بقدركم. هتقولي انت كده كده بتشوفي شغل بيتك، بس انا عندي استعداد ان انا ما اصورش. انت بتستفيدي مني، بتاخدي مني باور، بتاخدي مني طاقة ايجابية، بتقومي تتنشطي ويبقى عندك نشاط وحيوية، تقومي تشوفي اللي وراكي، صح ولا لا؟ فما تبخليش عليا بقى باللايك او الكومنت الايجابي، عشان حتى يبقى لي نفسي ان انا استمر في الصفحة. انا كمان عايزة اقول لكم ان التصوير مش سهل، والله ما هو سهل ابدا. جربي، ولو طلعت ان انا بضحك عليكي في اي حاجة هاجميني واكتبي لي، قولي لي، حطي كده كاميرا وصوري، هتكتشفي حاجات لاول مرة تشوفها في حياتك. هتكتشفي ان انت ازاي طلعتي بالشكل ده. لا 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 لا، انا لما اكتشفت مرة واتنين في فيديوهاتي كده، بدأت ان انا لازم يبقى لي وضع معين في التصوير، حركة معينة، يعني لازم ابقى مش ظهري لكم، لا وشي لكم وانا بكنس، وفي الوضع ده ظهري طبعا بيبقى وجعني لاني مش بكنس بطريقة طبيعية. لازم اطلع لكم بصورة محترمة، بصورة مشرفة، مش اللي انا بقى بعمل اي حاجة وخلاص وديني بكنس. لا، لما بتكوني بتنظفي بيتك وواقفة بتنظفي بحريتك حاجة، ولما بتكوني قدام الكاميرا بتبقى ملتزمة بحاجات كتير. يعني فكروا ان انا بنقل الكاميرا من مكان لمكان، كل ما بنزل كل ما بتحرك، حاجات كتير قوي. والله هتقولي ايه اللي غصبك على كده؟ هقولك شغلي، شغلي يا جماعة، شغلك هو اللي بيخليكي انك تقدري تعملي كل حاجة. وصلنا لنهاية الفيديو، وبجد بحبكم قوي 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 من القلب.